مش معنى ان هو بيبيع اكتر مني، مش بتكلم على حد بعينه، مش معنى ان هو بيبيع اكتر مني فاذا الراجل ده مش كويس. لا يا جماعه، كل حاجه ليها حسبتها، كل حاجه ليها معاييرها. الناس دي بتحسبها بعقليتها هي. فمش معنى كده ان هو حد مش كويس او حد مش حلو، او مش معنى كده ان انا ببيع اقل منه فان انا كده احسن منه، او ان انا بحاول اجتهد ان انا اتفوق عليه، او ان انا شاطر قوي 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 فانا بجيب سعر احسن منه عشان هو ما يعرفش يجيب السعر اللي انا بجيب بيه عشان كده ببيع بالسعر ده. لا، ممكن كل واحد ليه معايير معينه، وكل واحد ليه ظروفه في شغله في مكانه. في اللي بيحسبها من وجهه نظره مثلا ضرايب مع نور مع ايجار مع لوكيشن مع حاجات كتير قوي مع العماله مع المعلمه طبعا. وفي واحد تاني بيحسبها حسبه تانيه خالص، بيبقى كل هدفه وكل دماغه رايحه للعميل رشق وش، ما بيفكرش في حاجه تانية. هو اهم حاجه عنده ايه؟ ده الكوتشيه دي دي غنيه عن التعريف، طبعا كله عارفها. طب انا واحد اتنين تلاته، لا انا اهم حاجه عندي ان انا ارضي العميل بتاعي، اهم حاجه عندي ان انا اديله سعر كويس قوي. انا مش شايف حد، انا مش حاطط حد في دماغي بعينه، او انا مش مركز مع حد عشان اتفوق عليه واقول يا ده انا قد الدنيا كلها، ده انا بهدلت الدنيا. لا يا باشا، الموضوع مش كده. الموضوع ان انا بحاول يبقى كل تارجتي عميلي، كل تارجتي ان عميلي يقول هوبا سنتر مصطفى، لا ده منزل الكوتش يا عم الله اكبر عليه، بص انا باخد منه، لا سعره حلو، خامه حلوه، بينزل لي الحاجات اللي هي الرخيصه، وبينزل لي الحاجات الوسط، وبينزل لي الحاجات العاليه الميرور، بينزل لي الحاجات الفيتنامي اللي هي الصيني عشان وجع القلب. الراجل مش متاخر، عامل لي كوليكشن حلو، منزل لي احنا في الصيف فمنزل لي شوزايه صيفي حلوه، لا سعرها كويس، ماتيريال حلو، انا مجرب واخد منه الشوزايه دي بالوانها، واخدها انا واصحابي حلوه. ده هدفي. لكن هدفي ان انا اتفوق عليك وابقى انا قد الدنيا واحسن منك، مش هدفي، مش هدفي خالص. بحسبها بمعاييرك، مش بحسبها بمعاييرك. انت راجل بتحسبها بمعايير معينه، الله يسهل لك. انت حاطط نسبه معينه، فانت ممكن يعني مثلا انا ممكن ابيع لك ده ب 1650، هو ممكن من وجهه نظره عمال يعصرها عصر، شايف ان هو مش هينفع يبيعه الا ب 1900. وعلى فكره بيبقى من وجهه نظره شايف ان هو ارخص واحد، هو شايف كده. فاحنا عايزين نركز بالراحه ان اهم حاجه لسنتر المصطفى ايه؟ المنافسه. هم كلهم اخواتنا وحبايبنا وكلهم على راسنا، ومش بنستهدف حد بعينه، ولا هينفع نقول اسامي حد بعينها، لان فعلا والله العظيم مش في دماغنا حد. سنتر مصطفى يا جماعه بيستهدف العملاء بتوعه، عايز اقدم لهم اعلى خدمه واعلى كواليتي واحسن سعر. الله المستعان. السلام عليكم.